مبدئيا كده انا بصور هنا كده علشان بصور عند البلكونة عند الاضاءة كده، لان طبعا كالعادة النور قاطع والمدة طويلة وانا عايزة اعمل الاكل والمطبخ عندي ضلمة جدا. فيلا الله المستعان. فبعتذر كمان عن الصوت لان طبعا عند البلكونة دوشة والصوت بشع، فالواحد بصراحة مش عارف يستحمل ايه ولا ايه. المهم انا عندي البقسماط اللي هو الكرانشي ده جايباه بقالي حوالي شهرين كده في التلاجة، مش عارفة اعمل بيه ايه. لان انا خايفة اعمل بيه البانيه العادي عشان القطعة بتبقى رفيعة، فخايفة ان هو يطلع ناشف. فالنهاردة قررت بقى ان انا اعمل ايه، جبت اللي هو الصدور المخلية دي بس القطع على بعض زي ما انتم شايفين كده، وقررت ان انا اقطعها صوابع تخينة زي استريبس يعني. وطبعا اغسلها بقى واتبلها بالتتبيلة العادية، وبعد كده اغلفها بقى بالبقسماط الكرانشي ده واقليها الى حد ما يعني حاسة ان هي هتطلع حلوة، علشان هيبقى القطعة كده فيها لحم من جوه فهتبقى طرية، حتى لو الغلاف اللي من بره هيطلع مقرمش قوي او ناشف. انا اول مرة اجربه، عمري ما استخدمت بقسماط كرانشي، دايما بستخدم بقسماط اللي هو العادي الناعم. الباكج عجبني عشان مكتوب عليه من ورا خطوات التحضير واقتراحات وكده يعني، فحساه لذيذ. فهجربه كده واشوف. هروح بقى اقطع ده صوابع كده تخينه زي ما قلت لكم، واغسله واتبله. وطبعا هوريكم بعد القليه هيكون شكله عامل ازاي، واقول لكم كمان طعمه حلو ولا لا. بصوا كده اهو انا قطعته بالشكل ده كده علشان تبقى القطعة فيها لحم وتخينة وتستحمل لو الطبقة طلعت مقرمشة او ناشفة. هروح بقى اغسله واتبله واوريكم بعد كده بقى لما يتقلي بالبقسماط الكرانش ده هيبقى شكله عامل ازاي. غسلت بقى البانيه طبعا وصفيته وكمان تبلته، وفتحت بقى الكيس اللي هو بتاع البقسماط الكرانشي، وهاخد بقى منه شوية هنا كده في كيس تلاجة، لان طبعا انا هجرب في كام قطعة صغيرين دلوقتي علشان اشوف هل هيفك هيمسك حلو ووحش. معملش الكمية كلها وبعد كده يطلع مش احسن حاجة يعني، فبحب اجرب الاول واشوف بقى النتيجة. لو طلع كويس طبعا هكمل بقية الكمية، طلع مش احسن حاجة هقلي بقى بقية الكمية بقسماط عادي. فانا هغلفه قدامكم اهو علشان محدش يرجع يقولي لا انتي غيرتي النوع، لا مش هو ده اللي انتي كنتي ماسكاه، انتي حطيتي حاجة تانية. وبعد كده هقليه، واول لما يخرج من الزيت على طول هوريكم بقى شكله عامل ازاي، واقول لكم كمان هل طعمه حلو ولا لا. وبصوا بقى للأمانة هو مكتوب في طريقة التحضير ان هو بعد ما نحط البانيه او ايا كان اللي هنعمله يعني بيه نغلفه بيه، المفروض ان احنا نحطه ساعة في التلاجة. بس انا بصراحة ما عنديش وقت ان انا اعمل الحركة دي، فانا هغلفه واقليه على طول وربنا يستر. لو فك يبقى هو فعلا محتاج يتحط في التلاجة، ما فكش يبقى الخطوة دي هتكون مش ضرورية. هنشوف بقى دلوقتي مع بعض. تعالوا كده نشوف شكلها بعد ما اتغلفت بتكون عاملة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده الشكل اهو كده، شكلها حلو بصراحة. يا رب ما تفكش كده في الزيت وتطلع حلوة زي الشكل كده قبل ما تتقلي. برضو كل ده هنشوفه مع بعض يعني ايه، هيبان اذا كان الموضوع ناجح ولا فاشل. ده كده شكله بقى بعد ما اتقلى. بصراحة شكله حلو جدا زي الجاهز بالظبط. ثانيا هو ما فكش ولا اي حاجة خالص، الطبقة ماسكة فيه اهي جدا، فمش محتاج ان هو يتحط في التلاجة قبل القلية. ثالثا بصوا عايزاكم تسمعوا صوت القرمشة، مقرمش جدا جدا جدا. خلاص فاضل لنا بقى ايه، فاضل لنا الطعم. هشوف بقى هل ناشف قوي ولا كويس ويعني الدنيا فيها ايه. هدوق حتة كده واقول لكم حالا. بصوا انا دقت حتة وبنتي دقت حتة، انا حاسة ان هو مقرمش اوفر يعني ناشف سنة، يعني مش القرمشة اللي هي ايه تبقى سهلة في الاكل كده، فاهمين قصدي؟ يعني حاسة ان هو عايز يتعمل له ميكس مع مثلا بقسماط ناعم، او يتطحن نص طحنة كمان يعني يكسر شوية فينعم شوية، فاهمين قصدي؟ ده رأيي انا. رأي بنتي بتقولي لا هو كده حلو جدا. طبعا انتوا عارفين الولاد في السن الصغير ده بيحبوا الحاجات اللي هي الكرانش قوي، فمش عارفه بصراحه، هو الاكل اذواق، بس هو ما يعتبرش وحش بصراحه، لا هو كويس.